ليه سبايدر مان ويب اوف شادوز فشلت رغم انها بقت لعبة محبوبة مؤخرا؟ تخيل معايا لعبة سبايدر مان فيها نظام قتال رهيب وتقدر تبدل بين البدلة العادية والسيمبيوت في أي لحظة، وقراراتك بتغير نهاية اللعبة. ومع ذلك لما نزلت سنة 2008 محققتش النجاح اللي الناس كتير ما كانت متوقعاه. ازاي لعبة بالإمكانيات دي اتصنفت وقتها إنها خيبة أمل؟ وليه بعد سنين بقت من أكتر ألعاب سبايدر مان اللي الناس بتطالب برجوعها؟ تعالوا نحكي القصة من البداية. في سنة 2008 شركة اكتيفيجن كانت بتنزل ألعاب سبايدر مان بشكل شبه سنوي، وقبل ويب اوف شادوز بسنة نزلت سبايدر مان 3 المبنية على الفيلم. واللعبة اتهاجمت بسبب الجليتشات والمهمات المملة، عشان كده المطور قرر يعمل حاجة مختلفة تماما. بدل ما يعتمد على فيلم أو قصة معروفة قرر يقدم قصة أصلية بالكامل. القصة بتبدأ لما سبايدر مان يلاقي مدينة نيويورك بدأت تنتشر فيها كائنات السيمبيوت بشكل مرعب، والمدينة كلها بتتحول لساحة حرب. لكن المختلف هنا إنك مش مجرد بتلعب دور سبايدر مان، أنت بتحدد هو هيكون بطل مثالي ولا يستسلم لقوة السيمبيوت. كل قرار بتاخده أثناء اللعبة بيأثر على شخصيات معينة وعلى النهاية اللي هتشوفها. الفكرة كانت ممتازة جدا سنة 2008. أول نقطة الناس حبتها كانت نظام القتال. اللعبة خلتك تقدر تبدل بين البدلة العادية والسيمبيوت. البدلة العادية كانت أسرع وكانت بتعتمد أكتر على الحركات، أما السيمبيوت فكانت أبطأ شوية لكنه أقوى بكتير وبيعمل كومبوهات عنيفة جدا. والأجمل إن كل بدلة ليها شجرة تطوير مختلفة، وده خلاك تحس فعلا إنك بتلعب شخصيتين مختلفتين. كمان التنقل في المدينة كان ممتع جدا، اللعبة خلتك تطير بالشبكة بسرعة وتنتقل بين العمارات بشكل سلس. والأول مرة تقريبا تقدر تكمل الجري والقتال من الأرض لحد فوق المباني من غير شاشة تحميل. الفكرة وقتها كانت مبهرة جدا، لكن هنا بدت المشاكل. أول حاجة الجرافيك. حتى سنة 2008 ناس كتير شافت إن شكل اللعبة أضعف من المتوقع. ملامح الشخصيات كانت غريبة وتحريك الوجوه كان ضعيف وبعض البيئات كانت فاضية ومكررة. تاني مشكلة المهمات. جزء كبير من اللعبة كان عبارة عن نفس الفكرة بتتكرر: روح المكان ده، اهزم من المجموعة دي من الأعداء، انقذ الناس، كرر نفس الكلام. وده خلى ناس كتير تحس بالملل بعد أول كام ساعة. كمان الذكاء الاصطناعي للأعداء ما كانش الأفضل. الأعداء ساعات كانوا يهجموا بطريقة عشوائية وساعات يفضلوا واقفين من غير أي رد فعل، وده كان بيقلل من حماس المعارك. ناس كتير استغربت إن صوت سبايدر مان مختلف تماما عن اللي متعودين عليه. كمان بعض الحوارات كانت مكتوبة بشكل غريب، وفي شخصيات كبيرة في عالم مارفل ظهرت لفترة قصيرة جدا من غير أي تطوير حقيقي ولا تأثير على اللعبة، رغم إن اللعبة مليانة شخصيات زي وولفرين ولوك كيدج وبلاك كات ومون نايت وغيرهم، لكن وجودهم كان أحيانا مجرد ظهور سريع. كمان اللعبة نزلت في وقت صعب جدا، في نفس الفترة اللي كانت فيها ألعاب ضخمة زي جي تي اي في وكول اوف ديوتي وورلد ات وور وغيرها واخدة كل اهتمام اللاعبين. فويب اوف شادوز اتدفنت وسط المنافسة، وبسبب المبيعات اللي ما كانتش بالمستوى المطلوب شركة اكتيفيجن بدأت تغير اتجاهها. وبعدها شفنا ألعاب مختلفة زي سبايدر مان شاتر دايمنشنز اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، وسبايدر مان ايدج اوف تايم. أما ويب اوف شادوز فاتنست تدريجيا، لكن مع مرور السنين حصلت مفاجأة: الناس بدأت ترجع تلعب اللعبة من جديد. ولما رجعوا ليها بقى بعيدا عن ضجة وقت إصدارها اكتشفوا إن في حاجات كانت سابقة عصرها، زي التبديل الفوري بين البدلتين ونظام القتال السريع والاختيارات اللي بتغير النهاية وحرية الحركة. كل دي أفكار شفنا تطويرها بعد كده في ألعاب كتير، لدرجة إن ناس كتير دلوقتي بتعتبرها واحدة من أكتر ألعاب سبايدر مان اللي كانت تستحق ريميك، خصوصا بعد نجاح ألعاب انسوميا. كتير من اللاعبين بقوا يتخيلوا ازاي هيكون شكل ويب اوف شادوز لو اتعملت بإمكانيات الجيل الحالي. لكن السؤال الحقيقي: هل اللعبة دي كانت فاشلة فعلا، ولا كانت لعبة ممتازة لكن نزلت في وقت الغلط ومع شوية مشاكل تقنية خلت الناس متقدرهاش؟ يمكن الحقيقة في النص، هي ما كانتش لعبة كاملة لكن أكيد كانت لعبة عندها أفكار جريئة جدا، وبعض الناس بيعتبروها لحد دلوقتي هي من أفضل أفكار ألعاب سبايدر مان. ولو رجعت النهاردة وجربتها ممكن تكتشف إنك هتستمتع بيها أكتر بكتير مما كنت تتوقع. لكن السؤال هنا: ليه اللعبة دي كانت مختلفة عن أي لعبة سبايدر مان قبلها؟ معظم ألعاب سبايدر مان وقتها كانت معتمدة على الأفلام، لكن ويب اوف شادوز قدمت قصة جديدة بالكامل. اللعبة خلت كل نيويورك تتحول تدريجيا لمدينة منكوبة بسبب السيمبيوت، وده كان بيدي إحساس إنك الكارثة بتكبر مع تقدمك في اللعبة. تقدر تقول من أكتر الحاجات اللي كانت مميزة إن اللعبة كانت بتخليك تختار بين الخير والشر في مواقف كتير. ساعات تساعد المدنيين وساعات تستخدم قوة السيمبيوت بشكل عنيف، والقرارات دي كانت بتغير مشاهد ونهايات اللعبة، وده كان شيء نادر جدا في ألعاب أبطال الخارقين وقتها. ونيجي بقى للزعماء. رغم إن بعض الزعماء كانوا ممتعين إلا إن اللعبة كانت أحيانا بتكرر نفس أسلوب القتال، وده خلى بعض المواجهات تفقد حماسها مع الوقت. نيويورك كانت كبيرة لكن بعد فترة بتحس إنها فاضية، مفيش أنشطة جانبية كتير ومفيش تنوع كبير يخليك تفضل تستكشف المدينة لساعات. من أكبر المشاكل كانت الكاميرا، خصوصا أثناء القتال فوق المباني أو ضد أعداد كبيرة من الأعداء. ساعات كانت بتخليك مش شايف اللي بيحصل، وده كان بيضيع الضربات. ليه الناس بتحبها دلوقتي؟
الغريب إن اللعبة بعد سنين بقت من أكتر ألعاب سبايدر مان اللي الناس بتتكلم عنها، لأن اللاعبين بقوا يبصوا على أفكارها أكتر من عيوبها، واكتشفوا إنها كانت سابقة وقتها في حاجات كتير. يمكن سبايدر مان ويب شادوز ما كانتش أنجح لعبة سبايدر مان، لكن أكيد كانت من أجرى الألعاب اللي حاولت تقدم أفكار جديدة، ولو كانت استعملت بميزانية أكبر ووقت تطوير أطول ممكن كانت تبقى واحدة من أفضل ألعاب سبايدر مان في التاريخ. لكن نيجي هنا نسأل سؤال: ليه اللعبة اتنست؟ رغم إن اللعبة كانت فيها أفكار قوية إلا إنها بعد كام سنة اختفت تقريبا، لكن كمان لأن أكتيفيجن فقدت حقوق ألعاب سبايدر مان بعد كده، فاللعبة اتشالت من المتاجر الرقمية وبقى صعب جدا إن أي لاعب جديد يجربها. وكمان سؤال هنا: هل كانت اللعبة مستعجلة؟ يعني كتير من اللاعبين شايفين إن اللعبة كانت واضح عليها إنها محتاجة وقت تطوير إضافي، لأنك بتلاقي فكرة عظيمة جنبها مشكلة تقنية أو مهمة ممتازة وبعدها مباشرة مهمة مكررة، وده بيدي إحساس إن الفريق كان عنده طموح أكبر من الوقت المتاح. مقارنة مع ألعاب سبايدر مان الجديدة، المثير للاهتمام هنا إن بعض الأفكار اللي الناس حبتها في الألعاب الحديثة كانت موجودة بشكل أو بآخر في سبايدر مان وويز شادوز، زي سرعة التنقل والقطار السلس والإحساس بالقوة. بس الفرق إن الألعاب الجديدة نفذتها بجودة أعلى، وكمان تنوع الأعداء. اللعبة قدمت أنواع مختلفة من أعداء السيمبيوت، لكن مع الوقت هتلاحظ إنهم بيبدأوا يتكرروا، وده كان بيخلي القتال أقل تنوعا كل ما اتقدمت. عشان كده اللعبة فعلا يعني فيها تكرار، هي مشكلتها تقريبا اللي هي فيها تكرار غريب أو تكرار وحش، ممكن ده سبب فشلها. بس النقطة الإيجابية: اللعبة كانت بتخليك تحس إن المدينة عايشة، يعني تلاقي جنود بيحاربوا السيمبيوت ومدنيين بيجروا جنبك وانفجارات في كل مكان. الجو العام كان بيوصل إحساس إن نيويورك فعلا بتنهار. هل تستحق الريميك؟ لو تعمل ريميك للعبة النهاردة ومع تحسين الجرافيكس والكاميرا والمهمات وده في عالم أكتر حيوية، يعني من الآخر لعبة جديدة فممكن بسهولة تنافس أفضل ألعاب سبايدر مان الموجودة حاليا. وفي رأيك ويب شادوز كانت فعلا لعبة فاشلة، ولا ظلمها توقيت إصدارها والمشاكل التقنية؟ ولو قدامك لعبة سبايدر مان واحدة ترجعها بريميك، تختار سبايدر مان ويب شادوز ولا سبايدر مان شاتر دايمنجز؟ السؤال ده ليك، رد عليا تحت في الكومنتات. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.